السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا جيت لكم النهارده بخبر حلو جدا بموعد صرف الدفعة الرابعة للأعمال الغير منتظمة، زي ما وعدتنا رئاسة مجلس الوزراء، وقالوا ان في الاسبوع المقبل هيتم تحديد آه موعد الصرف الدفعة الرابعة. فالنهاردة بقالنا اسبوع زي ما هم قالوا، فاتحدد موعد صرف الدفعة الرابعة. وطبعا انا فاتح لكم على صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية اهي، عشان ما حدش يقول لي انت بتجيب منين وكلامك منين والكلام دوت. فقبل ما نبتدي يا ريت نصلي على النبي وندوس لايك واشتراك في القناة، تدعموني عشان اقدر اقدم لكم فيديوهات وكله جديد. يلا بينا نبدأ على بركة الله. طبعا احنا هنقرأ المهم، هنبتدي من اول هنا. وفي سياق آخر، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على البدء في إجراءات صرف المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وفي هذا الصدد قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاد عرضا حول إعداد الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص بذلك، فضلا عن الذين سبقوا وقاموا بصرف هذه المنحة في الدفعات السابقة. وفي هذا الإطار تم تكليف وزير المالية بتوفير التموين اللازم لعملية الصرف، على أن يتم التنسيق مع وزير الاتصالات لإرسال الرسائل النصية للمستفيدين، وسرعة تحديد موعد لصرف المنحة لهم، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر. نركز يا جماعة، الأسبوع الأول من شهر ديسمبر يعني الشهر الجاي، من اول اسبوع ان شاء الله هتبتدي الصرف، مع التأكد على ضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع الفيروس كورونا المستجد، وذلك اثناء قيام المستفيدين بالحصول على المنحة من الاماكن المخصصة لذلك. يعني ان شاء الله اول شهر ديسمبر باذن الله المقبل هيتم صرف المنحة. ومبروك عليكم. ويا ريت يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك، عشان قناتنا فيها كل جديد، ويا رب يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.